رونالدو ظاهرة لا تتكرر. كازاميرو يذهل الجميع بتصريحات نارية عن أسطورة ريال مدريد. أوزيل يشعل النار قبل الكلاسيكو. برشلونة انتهى وريال مدريد هو المهيمن. رسالة من بيريز قلبت مسيرته. روديغر يكشف سر انضمامه لريال مدريد. انقلاب مفاجئ. نجم برشلونة السابق يعلن حبه لريال مدريد. حلم لم يتحقق. رسميا كيليان مبابي يختار ريال مدريد. هل تأهل ريال مدريد بفضل الحظ فقط أم أن هناك ما هو أكثر؟ النار على موعد. برشلونة وريال مدريد في صدام الكلاسيكو المرتقب. كروس يفصح عن مخاوفه قبل تسديد روديغر لركلة الترجيح أمام السيتي. ماذا قال؟ السلام عليكم أصدقائي. قبل أن نبدأ بالفيديو نريد منكم تشجيعنا بالضغط على زر الإعجاب الظاهر أسفل الفيديو، كذلك كخطوة أخيرة إن لم تكن مشترك بالقناة أدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس، مهم جدا لنا كي تتوصلوا بجديد الأخبار الحصرية للنادي الأبيض، وشكرا بدعمكم نستمر. أثنى نجم مانشستر يونايتد كازاميرو على الإنجازات الاستثنائية لزميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو، مؤكدا أن ما قدمه لكرة القدم لا يقدر بثمن. وخلال مقابلة مع برنامج التشيرينغيتو الإسباني عبر كازاميرو عن إعجابه الشديد بقدرات رونالدو، مشيرا إلى أنهما لعبا معا في ريال مدريد ل3 مواسم بالإضافة إلى فترة قصيرة في مانشستر يونايتد. وقال كازاميرو: لقد حظينا بشرف اللعب مع لاعبين استثنائيين مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لكننا لم ندرك تماما عظمة ما قدماه لكرة القدم خاصة رونالدو. وأضاف: للأسف لا ينال رونالدو التقدير الكافي لما حققه في مسيرته الكروية، ليس فقط مع ريال مدريد أو مانشستر يونايتد بل على مستوى اللعبة بأكملها. وأردف: في العام الماضي نجح رونالدو في تسجيل 50 هدفا في سن 37 أو 38 عاما، وهو إنجاز مذهل بكل المقاييس. ماذا يمكننا أن نقول عن هذا اللاعب؟ إنه بلا شك من مستوى مختلف، فقد حقق أشياء لا تقدر بثمن. وواصل كازاميرو حديثه مشيرا إلى وجود تشابه كبير بين رونالدو والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، حيث قال: مبابي يتمتع بمهارة استثنائية في شم رائحة المرمى تماما مثل رونالدو، يجب أن تتوخى الحذر الشديد عند مواجهته لأنه قادر على تسجيل هدف في أي لحظة. أكد نجم ريال مدريد السابق مسعود أوزيل أن فريقه السابق هو المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مشيرا إلى أن برشلونة فقد بريقه ولم يعد ندا لريال مدريد. ووجه أوزيل انتقادا للاعبي برشلونة بسبب كثرة شكواهم من الحكام، مؤكدا أن هذا الأمر لن يفيدهم ولن يساعدهم على تحسين نتائجهم. كما أشاد أوزيل بالمستوى الرائع الذي يقدمه ريال مدريد هذا الموسم، خاصة بعد رحيل النجم كريم بنزيما، معربا عن ثقته في قدرة الفريق على تحقيق المزيد من الانتصارات. الحلم أصبح حقيقة، هكذا وصف أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد شعوره بالانضمام إلى الملكية. كشف روديغر في تصريحات صحفية أنه كان يحلم باللعب في ريال مدريد منذ عدة سنوات، مؤكدا أن هذا هو المكان الوحيد الذي يجب أن يكون فيه من يريد أن يكون دائما مع الطرف الفائز. تحقق حلم روديغر بالانضمام إلى ريال مدريد في صيف 2022 بعد انتقاله من تشيلسي الإنجليزي في صفقة انتقال حر، وسرعان ما أصبح لاعبا أساسيا لا غنى عنه في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي. كشف روديغر أنه تلقى رسالة من رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز عام 2016 أعرب فيها عن رغبة النادي في ضمه. منذ ذلك الحين كنت أنظر إلى الرسالة وأقول سأكون معهم يوما ما، هكذا وصف روديغر شعوره بتلك الرسالة. أشار روديغر إلى أن ريال مدريد كان مجرد حلم بعيد المنال بالنسبة له قبل تلك الرسالة، لكن عندما حققت لقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي قلت وقتها أنني صرت جاهزا للعب في ريال مدريد. تلقيت عرضا من باريس سان جيرمان لضمي، لكنني قلت لنفسي ليس هذا ما أريده. هكذا أكد روديغر تمسكه بحلمه باللعب في ريال مدريد.
كشف نجم برشلونة السابق أرتورو فيدال عن حلم قديم لم يتحقق، وهو اللعب مع ريال مدريد، وذلك في تصريحات أدلى بها قبل مواجهة الفريقين المرتقبة في الكلاسيكو. وأكد فيدال الذي لعب لبرشلونة بين عامي 2018 و2020 أنه كان يتمنى الانضمام إلى ريال مدريد في وقت سابق من مسيرته، معتبرا أن الميرينغي كان أحد الفرق التي حلم باللعب لها. وأضاف لاعب كولو كولو الحالي: كان من الممكن أن يكون ريال مدريد. وتأتي هذه التصريحات لتثير الجدل بين عشاق برشلونة، خاصة بعدما كان فيدال قد اشتهر بتصريحاته الهجومية ضد ريال مدريد حين كان لاعبا لبايرن ميونخ. يتجه نجم الكرة الفرنسية كيليان مبابي بخطى ثابتة نحو تحقيق حلمه بالانضمام إلى نادي ريال مدريد، حيث تشير التقارير الصحفية إلى أن خطوة واحدة فقط تفصله عن ارتداء قميص الملكي. ويعزز ريال مدريد موقعه في صدارة الدوري الإسباني، بينما تزداد حدة ترقب الجماهير لصفقة القرن التي ستشكل نقلة نوعية في تاريخ النادي. ووفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فقد حسم مبابي قراره بالانضمام إلى ريال مدريد دون أي تردد أو تفاوض مع أندية أخرى. وأكد رومانو أن تركيز مبابي ينصب بالكامل على تحقيق حلمه باللعب في صفوف ريال مدريد، وأن التوقيع الرسمي على عقد الانتقال بات مسألة وقت فقط. تعرض ريال مدريد لانتقادات واسعة بعد تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي، حيث اعتبر البعض أن الحظ لعب دورا كبيرا في فوز الملكي. ففي مجمل المباراتي الذهاب والإياب تقدم مانشستر سيتي ل 18 دقيقة فقط، بينما سيطر ريال مدريد على مجريات اللعب ل 116 دقيقة، بينما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. وبالتالي لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث تألق حارس مرمى ريال مدريد أندري لونين في صد ركلتين من لاعبي مانشستر سيتي ليساهم بشكل كبير في فوز الفريق بالمباراة والتأهل إلى نصف النهائي. فهل حقا كان الحظ حليف ريال مدريد في تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي؟ يستعد عشاق كرة القدم لمشاهدة صراع من العيار الثقيل، حيث يلتقي برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في إطار الجولة 32 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو يوم الأحد المقبل. وتشير التوقعات إلى أن مدرب برشلونة تشافي هرنانديز سيعتمد على الثلاثي الهجومي القوي المكون من لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي ورافينا دياز لقيادة هجوم الفريق الكتالوني في هذه المباراة الحاسمة. في المقابل يتوقع أن يدفع مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي بكل ثقله الدفاعي لمنع هجوم برشلونة من التسجيل، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة لتهديد مرمى الفريق الضيف. كشف النجم الألماني توني كروس عن مخاوفه قبل تسديد زميله أنطونيو روديغر لركلة الترجيح الحاسمة التي حسمت تأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب السيتي. وأكد كروس في تصريحات صحفية بعد المباراة أن روديغر كان اللاعب الوحيد الذي تسبب له في القلق قبل تسديد ركلة الترجيح، وذلك لعدم توقعه تألق المدافع الألماني في هذه اللحظات الحاسمة. وأضاف كروس: لقد شعرت بشيء من القلق قبل تسديد روديغر لركلة الترجيح، لم أتوقع أن يسجلها بسهولة، خاصة مع صعوبة الموقف وتوتر المباراة. وتابع: لكن روديغر أظهر شخصية قوية وثقة كبيرة بنفسه، وتمكن من تسجيل ركلة الترجيح بنجاح، مما ساهم بشكل كبير في تأهلنا إلى نصف النهائي.